عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح النور، صباح الورد. مرحبا بك ماجده. بارك الله فيك. وبزاف وبزاف. بيان سور بوغ لي فام. شكرا. صافا كلشي مزيان؟ بحال لاباس؟ الله يبارك فيك. شكرا بزاف بزاف على الاستضافه. تفضل. شكرا على انا ما تسلميش عليا من الوجه. الا عطاتني لا بيرميسيون سنه. مرحبا. انا خفت فهمتي، انا ما عنديش مشكل، خفت. ومن اعز اصحابي ما خصنيش ندير شي حاجه اللي تخسر لي العلاقه ديالي معاه. كيفاش؟ بصح هادشي اللي سمعت قالوا لي مسافر. خاصني نسافر ضروري. علاش؟ قلقك شي حد؟ ما قلقني حد، ولكني خاصني نسافر. هذه 10 ايام وانا جالسه عندك. ومن بعد بحال دارك. من الاحسن نمشي. انا كتزيد عندي انت غير قرب ليا وقول. وياه راه مشى ليا الحوار. صاحبي عليا بلي من يولي شانو عظيم ما تلقاي بحالو في السوق، واخا تمشي عليه تلفاس. لا هذا ما عجبنيش. ها انت غير خودي، وإلا لقيتيه تيدور على ظهر شي مرا اجي لالا نرد لك فلوسك. هذه 25 عام جات واحد البرا وخطفات لينا الجيلاني الراديو. هادشي اللي طرا اليوم طوباوي بزاف. غادي نمشي نقرا مسرح. سيدي احمد، ربي كبير واخا كيبان لي هادشي اللي طرا ما كيدخلش للعقل. ربي ما يخيبناش ان شاء الله. هادشي اللي طرا لك اليوم غيرجع علينا بالخير. شحال هادي وحنا كنطلبوا الله على شي وليد وها هو جاب رجليه حتى لعندنا. ما يهمش كيفاش، ولكن ها هو جا. مع سناء الزعيم وحديتنا هذا الصباح مع الدكتور عماد، دكتور الصيدله والاختصاصي في العلاج بالاعشاب على جمال الشعر، وطبعا هو نصف جمال المراه. دكتور عماد صباح الخير من جديد. مدام سناء، سي زكريا شكرا بزاف على قبول الدعوه وعلى انكم استضفتونا مرحبا في البيت ديالكم. مرحبا شكرا بكم. بزاف. مرحبا بك، الدار دارك. ربي يخليك ربي يخليك. الوغ اول حاجه كنديرها انا فاش كندخل للديور ديال النجوم بيان سور كنبغي نكتشف الذوق ديالهم، كنبغي نكتشف داك الفضاء الخاص ديالهم. فاول حاجه اول انطباع جاني هو ان ذوقكم عصري شي شويه. عندي الحق ولا لا؟ يعني واخا كاين صالون هنا ان بو شويه تراديسيونيل، فيه واحد لاتوش تراديسيونيل، ولكن كنشوفوا زعما الدار اون جينيرال سي مودرن. هذه سناء ولا لا محيت سناء هي اللي في يعني الراي ديالها في الاخر هو اللي كيمشي. وكنحترمه في الاخر. ولكن هو الذوق ديالها مينيماليست، يعني كتبغي غير شويه د الحوايج ولكن ديرهم بالشهوه ديالها. وتنظن الا كان كومبوزيو يعني ماشي مودرن ضروري كاين هذيك لاتوش تراديسيونيل تقليديه. سناء ولا اختلفتوا في الاذواق؟ شكون اللي عنده القرار سورتو في انا عرفت الجواب. هو في الحقيقه كنقدروا نختلفوا في الاذواق، ولكن كيكون واحد الماراطون كنتناقشوا مفاوضات. بعض المرات زكريا كيحسم الامور، ما كنكونش متفقه وكنعبر على عدم الرضا ديالي، وبعض الاحيان كيقول لي صافي لما كيرفد الدبيله كيقول لي صافي خليك لاله على خاطرك. حنا كنعرفوا ربما البيت هو اكثر عالم المراه، واليوم حنا توصلنا انه من بعد هاد السنين كامله ديال العشره فهمنا على انه طبيعه الرجل مختلفه على طبيعه المراه. ماشي شي حاجه اللي عاد غادي نخترعوها، فكنحاولوا انه كل واحد يبقى على خاطره ويرضي الاخر حتى هو يبقى على خاطره. ولكن باش نرجعوا ربما للديكور ديال البيت، المنزل ما كناش باغيين نحسوا به اونكومبري، يعني كنا باغيين نديروا اثاث جميل انيق، الوان باهيه، ولكن شي حاجه اللي فيها كيف قلتي فعلا لمسه عصريه مودرن، ان بو ايبوري كيف كنقولوا بالفرنسيه، ويكون حتى ليسباس ويكون ليسباس ديجاجي، لانه كنا باغيين كيفاش يكون عندنا شي حاجه اللي فيها او ميم طون لمسه مغربيه
دونك هادشي اللي كتشوفوا في الصالون المغربي ديالنا، ولكن غتلقاو انه ماشي تقليدي 100%، انه كيفاش لي بونكات مخدومين وداكشي بحال دي فوتوي، مي ضروري انه يكون هذا لو ميكس ما بين المعاصر ما بين لو مودرن اي لو تراديسيونيل. لا هي كاينه واحد الشهاده سناء اللي تعرفت عليها كنا صغار، حقيقه الديور اللي كنا كنسكنوا فيهم ولا كنكريو من دار لدار وديور صغار وداكشي، ما عمرنا كنا كنأتتوا زعما بالذوق وبكذا، لان ما كانش الامكانيات. لو عارفين حتى انكم يعني ما غتستقروش دائما. فوالا كتعرفي الحياه حنايا بديناها من زيرو مع بعضنا، يعني ما ملي بدات كتاح شويه الفرصه اننا ممكن نختاروا، هذاك الشيء علاش وليت كنخليها هي تختار، لانه واحد المراه اللي كتصبر مده طويله على بزاف ديال الحوايج تيكونوا شهيتها، كتكون باغا تتكون مراه يلاه تزوجات باغا دير شحال من حاجه ولكن ما كايناش الامكانيات، فانت كرد للجميل على الاقل تحترم ملي تكون الفرصه انها دير اختياراتها واذواقها اختياراتها من بعد، لانها فعلا هذه مساله مهمه، لانه سناء في الاول صبرات، ما كان بزاف ديال زكريا غادي نهضر بزاف على هذه النقطه. والمهم انا غير قلت لك غادي نفصلوا في هذه النقطه. سناء شوفي انا هذا النهار بغي نعرف شي اسرار، وعارفه ان القصه كيفاش تلاقيتوا داكشي يعني قصه مشوقه. فقبل ما نديروا نكملوا الدوره ديالنا، عندي واحد السؤال فت انتباهي هنا، دي طابلو ديال الله يخليها لكم الاميره ديالكم باهيه. امين يا رب. وهاد لي فوتو ارتستيك كنشوفوهم في الدار البلديه، واش ياك ما دار سي الحلو؟ لا هذه سي فري كو انا جاي من يعني واحد العائله محافظه وكبرنا في دار بحال هكذا، ويعني كان عندنا هذا لو ستيل في الدار هو فاش عشنا، ولكن هذه دار في الرباط، سميتها دار الالوان ديال واحد المجموعه ديال الفنانين التشكيليين اللي كانوا استقبلونا، وكان واحد المصور مغربي عالمي هو دارين بوشنتوف كان خدا لنا هاد الصور ومن بعد بعثهم لنا مشكور. فعلا زوينه. ومن بعد يعني كنا طلبنا منه انه يطبعها لنا بواحد الشكل باش تجيبها بحال لوحات فنيه. ممكن اي واحد اليوم كيدخل عندنا المنزل اول حاجه كتثير الانتباه ديال ضيوفنا هي هاد اللوحات، كيمشيو الناس يقيسوا باش يعرفوا واش مرسومه ولا صوره فوتوغرافيه. فهي سي اون فوتوغرافي، ولكن كيفاش تامبريمات sur une texture de tissu بحال دي تابلو، بحال الا دي توال دو بانتور. داك الميلونج زوين. وواحد الحاجه حنا في الحقيقه عندنا الحلم، ربما ربي لا سهل وكانت الامكانيات ما كرهناش شي نهار نرجعوا لنمط العيش المغربي التقليدي. واليوم اشتقينا حنايا شويه، طلعت لينا المدينه والحياه العصريه في راسنا. عندنا كنقولوا يا اما الانسان الا بقى في المدينه يمشي لشي رياض ولا لشي دار بلديه بمعنى الكلمه اللي فيها واحد السكينه وفيها واحد الهدوء، وكتحس بشي حاجه في الاعماق ديالك كتحرك. ما يعني هذه فينا كاملين في الهويه ديالنا. داكشي علاش ربما غير باش نشيروا للمشاهدين ان هذا المنزل ماشي هو المنزل الرئيسي ديالكم، فهذا المنزل شنقولوا الثانوي كتجيو له في الويكاند في العطل. هو رئيسي، هذا منزل رئيسي لانه كنقضيو فيه واحد الاوقات جميله، وكنقضيو فيه وكنستقبلوا فيه الضيوف ديالنا، لانه جا على البحر وجا سي ان اسباس اوفير. فهمتي عندنا هذا لوفيرتور على الطبيعه شويه، امتي جاردان، قرب من البحر هنايا في تماريس. اذا هنا كنقضيو نهايه الاسبوع نصف سنه يعني ونصف سنه اوسي. ملي كيدخل الربيع كيدخل الصيف كنستقروا هنايا. ولكن عندكم منزل يعني المنزل هو بالدرجه الاولى للخدمه، يعني لو ريتم ديالو تما هو قريب من الخدمه والمدرسه قريب ربما ديال الباهيه، التزامات الحياه اليوميه والجري ديال مدينه الدار البيضاء باش كنقصوا علينا شويه ديال الطريق. حتى الصور اللي عندنا تما عندنا صور ماخوذه من اعمال فنيه، من مسلسلات، يعني في ليسبري ديال لو ترافاي. هنايا صور عائليه حميميه. لا هذا الفضاء الحميمي الخاص هو اللي استقبلناكم فيه. بارك الله فيك. واجي نكملوا الاكتشاف ديال هذا الفضاء هذا. مرحبا ماجده. الشميني من دخلت مع فيا البرد بغي نجلس حداه. مرحبا بارك الله فيك. هذاك هو لو بوين دو روبير، هو الشميني. هذه الجلسه بعدا باش نقول لكم مريحه للاعصاب، مرحبا، خصوصا مريحه اكثر. كلمه تاع الصبايا جا عندنا. ربي يخليك. في الحقيقه ماجده هي اللي درنا حديث ومغزل.
انت عندك قصه مع حديث ومغزل، عندك كل شيء حديث ومغزل. ناكلوا ونهضروا. انا هذه الفكره عجبتني بزاف. اذا نقول لك بسم الله تفضل. خليك ما غاديش نردها بوجهك. واخا انا يعني اول سؤال بغيت نطرحه عليكم هو نبداو في البدايات ديالكم، فنبغي نبدا بك زكريا. الطفوله خصوصا انا فاش قلبت في الالبوم ديالك لقيت واحد الصوره زوينه بزاف. عندك الفن من الاول يعني من الطفوله وانت فنان. تنظن انه من بكري، يعني من اول مسرحيه سميتها بلال يا بلال في الروض. درت اول مسرحيه في الروض. كان هذا الحس ديال الفني ربما كان حاضر بالشهاده ديال العائله. كان شي واحد في الاسره مثلا فنان عنده تاثرتي بشي شخصيه اولا ولا؟ انا الاخر في 11 ديال الخوت. تبارك الله. يعني كاين كل شيء، كاع الحاجه اللي بغيتيها كلها. المهنه اللي قلبت عليها غنلقاها كل شيء كاين. ولكن يعني انا الوحيد اللي احترفت الفن من بعد، لانه كنت الاخر كان عندي وباغي نتميز شويه عليهم. تبارك الله كل شيء داير، كل شيء قاري، كل شيء يعني. فلقيت باش يعني تميز على باش نتميز وندير لراسي واحد الوجود. وبدا بدا المسار يعني ديال الفن من الطفوله. وكان والاسره كانت كتشجعك على هذا الاختيار، خصوصا يعني في ذاك الفتره كنعرفوا ان اللي بغى يفقس الوالدين يقول له انا غادي نمشي ندير شي حاجه عندها علاقه بالغناء تمثيل. كان هذا الاعتراض؟ هما كانوا في الحقيقه شويه متسامحين معايا في كل شيء، ماشي غير في الفن، في كل شيء. لان انا قلت لك انا اخر 11 داروا كل شيء. ويعني صافي بالنسبه لهم هذاك بحال شي كانت واحد الهبه الهيه جات في هذاك الوقت. فكانوا متساعدين معايا في كاع الاختيارات. وفي الصغر كان اثر فيا كذلك الزوج ديال العمه ديالي اللي هو كاتب كبير ومعروف وعنده اعمال كثيره وكان عنده نشاط مسرحي كثير، الاستاذ الكبير الاستاذ ديالنا عبد الكريم برشيد. وكان تيديني معاه وكان يعني اثر فيا كثير في الطفوله ديالي. وشاركت معاه في مسرحيات وشاركت معاه في فروق ديال الهوات. فتما بدا الشغف ديالك والحب ديالك الشغف والحب ديالي. وتما في واحد الملحمه كنا درناها في الرشيديه، الواحه الزرقاء. كنا درناها بمناسبه عيد الشباب، وكان فيها السي الله يرحمه الاستاذ طيب العلاج، وكان فيها السي عبد الحق الزروالي، وكانوا فيها واحد العدد ديال الفنانين كبار. كانت عندي داك الساعه 14 عام كنظن. كان هذاك هو اول عمل احترافي وتخلصت وفرحت. شحال كان الكاشي؟ كان 6000 درهم. كان 6000 درهم، وبالنسبه لي انا مبلغ كبير. 14 عام واحد شريته كله كادويات. جبت كاع داكشي اللي كان في الرشيديه شريته. فرحان وراجع لدارنا هز الكادويات وداك الشيء. يعني خدمت ودزت في التلفزيون وتخلصت وقست في اوتيل زوين وتساريتي. قلت هذه هي الحرفه اللي غندير منها. هذا الشيء اللي بغيت انا، هادشي علاش كنقلب. صافي قررت باش هذه هي الحرفه، لان فيها كاين المتعه، كاين حب المهنه، وكاين العطاء والاجتهاد ويعني العمل الكثير. كنا من هذه الملحمه هذه فهمت بانه مسرح صعيب. صعيب ولكن زوين. لأن زوين في الاخر وممتع في الحقيقه. وخاصة انا نفس السؤال بغيت نطرحه عليك. اسره تبارك الله 11 لواحد، بليش نفس لوكا عندك سنه؟ احنا في الحقيقه كان ربما تركيبه الاسره. احنا كنا اكثر في الاسره ما يسمى دابا بالاسره النوويه. يعني احنا بحال قلنا، لانه الحاج الله يرحمه الاب ديال زكريا والحاجه الله يطول لنا في عمرها الحاجه ربيعه الام ديالو، هما بمثابه الجد والجده ديالي انا اليوم. يعني عندهم من نفس السن. علاش؟ لانه زكريا ملي كيقول لك هو الاخر العنقود، يعني هو راه عنده ولاد خوتو اللي كانوا كبر منه. دونك حنايا مثلا في الدار حنا عندنا 3 ديال البنات، انا اكبر البنات. انا تزاديت في مكناس في اسره ديال التعليم. وربما النقطه اللي كنلتقي فيها انا وزكريا انه كان عندنا واحد الاهتمام من الصغر بالتربيه الفنيه في الدار. كان عقل عندي 6 سنين وتقيدت في لو كونسيرفاتوار د مدينه مكناس اللي كان ذاك الوقت من احسن
المعاهد البلديه في المغرب. هادشي بتوجيه من الاسره؟ بتوجيه من الاسره. ولكن انا كان عندي واحد الميول، يعني دابا انا في الالبوم كاينين تصاور وانا عندي 3 سنين 4 سنين، وكندير دي بور دو بغا، باغا ندير لا دانس كلاسيك، باغا نتعلم لا ميوزيك. دونك 6 سنين سجلت في الكونسيرفاتوار، درت 10 سنين ديال لا دانس كلاسيك. كانت ذاك الوقت عندنا واحد الاستاذه ديال الرقص الكلاسيكي جولييت، اللي قضيت معاها واحد ساعات وساعات ديال التدريب. وتقيدت ايضا في الدرس ديال السولفيج. غير ديك الوقت 6 سنين شويه تخلعت، دونك ما كملتش السولفيج. ولكن عاوتاني جاني صعيب، وعاوتاني منين درت 13 ولا 14 عام، حيت كنت مازال في الكونسيرفاتوار كندير الرقص الكلاسيكي، رجعت وعاوتاني درت 3 زون د سولفيج، درت 2 زون د البيانو. وكانوا الاب والام ديالي الله يخليهم لينا كانوا خاصهم شي حاجه مهمه، يعني كاين الدراسه خصك تقرا مزيان، ولكن شي حاجه اللي ضروريه ومؤكده خصك 2 إلى 3 المرات في الاسبوع دير نشاط فني، نشاط ثقافي. وكان ديك الوقت كانت البنيه التحتيه في الحقيقه في مدينه بحال مكناس اللي اليوم حنا كنتاسفوا انه ما بقاتش فيها. ديك الوقت كان المعهد البلدي لو كونسيرفاتوار اللي كان مونيسيبال، كان دار واحد الاشعاع ثقافي رائع بالمدينه وكون اجيال. كانت ايضا ما يسمى بالنوادي السينمائيه. كان عندنا على الاقل مره في الاسبوع، يا اما الخميس عندنا لو سيكل كونيسونس دو موند في سينما كاميرا بمكناس، او كنا كنديروا واحد لو سيني كلوب في سينما لا بي سي. كل حد في الصباح كنمشيو كنشوفوا افلام، وكيكون داك المخرج كان فيلم دانيماسيون ولا كان فيلم ديال الاطفال، كيكون واحد اللقاء وكيكون واحد النقاش. من تما في الحقيقه انا باش جبت هذا التمهيد وهذه التربيه الفنيه. ومثلا الكونسيرفاتوار كان عندنا 2 المرات في العام كنديروا دي سبيكتاكل كبار اللي كيجيو فيهم الاسر ديال البنات والاطفال اللي كيكونوا في الكونسيرفاتوار. وكان بالنسبه لينا ديك لا فيت دو فان داني، عرفتي راه حدث قداش كنصوبوا لي توتو. ماما كنعقل كانت كتخيط لي ديك الشيء لو جوست كور بديك الشيء ديال برنتك كيف كنقولوا بالدارجه، ولي شينيون والماكياج، وخصك والبوبليك عندك. درنا في سينما الريف، درنا في سينما لا بي سي. فكانت في الحقيقه واحد الذكريات رائعه اللي اليوم انا كنعرف على انه مدينه مكناس كتفتقد لهاد المبادرات اللي كانت. ماشي غير مكناس، بزاف د المدن للاسف نزيدك حاجه اخرى. مثلا حنا كبرنا كان عندنا فضاء بحال الحبول، جرداد الحبول، كان كل سنه فيه شي 2 ولا 3 المهرجانات. كان المهرجان اللي كيدير المعهد الثقافي الفرنسي، كانوا المبادرات اللي كتكون كيف تلاقينا بفنانين كبار جاو لعندنا، كنمشيو لدي كونسير دو ميوزيك. وهادشي كله شي حاجه اللي كتكبرك في واحد المدينه اللي ما كتحسش انه الحياه فيها ميته، لان محتاجين تكون الشخصيه ديال الطفل. كاين 2 ديال الحوايج اللي حيت انا تعجبني هادشي مزيان، لي كونسيرفاتوار وهادشي زوين، ولا دونس كلاسيك وداكشي. انت هادشي ما كانش عندكم في الخميسات؟ لا ما عندناش. لا كان عندنا كان عندنا واحد المعهد بلدي، كنمشي كندق كيخرج واحد الراجل كيقول لي اش بغيتي، تنقول له بغيت ندير الموسيقى، كيقول لي راه ما تنديروش الموسيقى هنايا. تنقول له راه كتبين المعهد البلدي للموسيقى هنايا، ومعهد بلدي. المهم ما عمرني ما عرفت داك الراجل شكون اش تيدير تما وعلاش، ولكن كل مره كنت كنمشي ندق عليه. كنتي انت مصر؟ ولكن كان عندي المعهد ديالي انا الشخصي، كان تنصاوب دوك البادز، تنصاوب بهم باتري كنضرب بها. كان جاب لي خويا من فرنسا واحد لورغ، وهاتي راه حدث كبير تاريخي في مدينه الخميسات، وتنتصنت وكنلعب فيه وكذا. وهذه انا بغيت داير هاد التيمه هذه كنت كتبت عليها في واحد الفيلم روائي طويل، انه ماشي بالضروره الفن هو احساس، هو شعله، هو يعني رغبه في التعبير. وربما حتى هذاك اللي ما كيكونش عنده ذاك الوسائل كيخلقها. يعني الحاجه شعراء كبار تولدوا لانهم عاشوا في الجبل، ولكن هذاك لو كونتاكت مع الطبيعه عبر عليه واحد الوقت وخرج. ما خاصناش نتحججوا، هي مزيان الانفراستركتور، مزيان كل شيء، ولكن شحال من واحد عنده كاع هاتي وما دار والو، وشحال من واحد عنده